كم مرة أخدتي معلومة عن المشاعر وقلتي خلاص بقى هو ده المفتاح، وبعدين جيتي تطبقي المعلومة دي عن المشاعر لقيتي الموضوع في حاجة مش ظابطة. هو كان شكلها تمام لما كانت لسه معلومة، لما جيت أبدأ أطبق فيها بدأ يظهر لك حاجات بتهنجي قدامها وبتحسي إن في حاجة ناقصة أنا مش فاهماها. من الحاجات المهمة في التعامل مع المشاعر إن يكون معاكي مساعدة، حد متخصص بيعرف المشاعر كويس وبيتعامل معاها حسب تكنيكات معينة. لأن المشاعر، لو أنا شخص ما تعودتش إن أنا أعبر عن مشاعري فجوايا كبت أو جوايا اللوم لما بطلع المشاعر دي، فهنا ما باجي أغير طريقة تعريف مشاعري وأتعامل معاها بيحصل جوايا عملية تقلبات شديدة. لازم يكون معايا فيها مساعدة عشان أعمل ده. وكمان عشان أعرف المشاعر، مش كفاية ان انا اعرف الدايرة بتاعة الافكار والمشاعر والتصرفات، فلما اعرف اظبط افكاري هعرف اشوف المشاعر اللي طلعتها ايه والتصرفات اللي هعملها ايه. لان لما باجي اتعامل مع الجزء بتاع المشاعر هنا انا محتاج اعرف هو انا بتعامل مع شعور اساسي عندي، ولا انا عندي شعور مركب، يعني شعورين عندي مع بعض طلعوا لي شعور ثالث، ولا انا عندي شعور اللي هو المتخفي الكاموفلاج اللي هو الكفرد ده، اللي مستخبي تحت نوع مشاعر تاني، زي المشاعر الغير مقبولة مجتمعيا. زي مثلا الغضب عند السيدات، مش مقبول مجتمعيا انك تشوفي سيده غضبانه وبتزعق وصوتها عالي، لكن عند الرجال ده مقبول مجتمعيا. وعكسه الحزن عند الرجال مش مقبول قوي مجتمعيا، نشوف راجل حزين ومكسور كده لكن مقبول ان انا اشوفه غضبان. فيقوم الراجل مثلا يكفر مشاعر الحزن بتاعته في هيئه غضب او تمرد او اي نوع من انواع الانفعالات الاخرى اللي هي مقبوله مجتمعيا. وتيجي الست اللي عندها غضب شديد تحول الغضب ده جواها وتخبيه بشوية حزن، عشان هي مش مسموح انها تعبر عن غضبها او ما عرفتش وما تعودتش ازاي تعبر عن غضبها بشكل صحي، فهيخرج في هيئة حالة من الفوران والفيضان الشديد. محتاجة قبل اصلا ما اشتغل على دايرة الافكار والمشاعر والاكشنز او التصرفات او السلوك نفسه، اني اعرف نوع المشاعر اللي جوه واتعامل معاها واشوف المشاعر دي لما بتطلع لي هي بتطلع في هيئة ايه، وهي اصلا متكونة من ايه من جوه، وبفرغها فين، والطريقة اللي انا متعودة اتعامل معاها ازاي. انا بافويد بتجنب المشاعر دي، ولا انا باتاك اللي قدامي، ولا باتاك نفسي، بستخدم سيلف جلد ذات مع نفسي، ولا بتعامل معاها ازاي. كمان محتاجة اعرف هو السيلف ريجوليشن او التنظيم الذاتي لمشاعري بيتم شكله عامل ازاي. بتواصل واعبر عن المشاعر، بسكت واتحاشى واتجنب، بعمل دراما، باتاك، بروح فيها فين. المشاعر المزعجة بالنسبة لي بتظهر في شكل عامل ازاي، والمشاعر المفرحة كمان بالنسبة لي انا بتعامل معاها ازاي، بتبقى هي دي الاكسبتد مثلا، والمشاعر التانية بتبقى راحت فين، انا رافضها فعملت فيها ايه او وديتها فين. من ضمن الحاجات برضو اللي نحب ان احنا نتكلم عنها هو مشاعر وجسمنا. هو ازاي المشاعر بتظهر على جسمي، واصلا المشاعر بتظهر على الجسم، وايه العلامات اللي جسمي ممكن يوريها لي يخليني اشوف المشاعر دي. ولما تظهر ايه اللي بيحصل. تعالي اقول لك مثل كده، عمرك حسيتي ان انت مش قادره تقومي من مكانك، في حاجه تقيله عليكي بس انت مش عارفه هو التقل ده جاي منين بالظبط. بتسميها ساعات فقد شغف، بسميها ساعات ماليش مزاج اعمل حاجه. تقولي مثلا تعبري عنها بان انا زهقانه او ملانه، لكن في الحقيقه هو في حاجات كتير جوه متقلاكي. الصندوق اللي انت عماله تحدفي فيه المشاعر الغير معلنه والغير معبر عنها، عماله تملى الصندوق فمتقلك ومخليكي مش قادره تعملي حاجه. فازاي بتتعاملي مع ده؟ ازاي بتظهري المشاعر المدفونه من فتره طويله؟ بتظهر في شكل هجمات. فلما اجي بقى اتعلم ازاي اعبر عن مشاعري بروح بقول ايوه انا خلاص بقى عايزه اتعامل واقول واعمل تصادم مع المحيط اللي حواليا، مع الناس اللي عايشين معايا، مع اهلي، مع جيراني، مع اصحابي، مع نفسي. ولا في طريقة ان انا ابدأ اتعرف بيها على مشاعري واعبر عنها من غير ما اعمل التصادمات دي، او على الاقل باقل قدر من التصادمات، لان عندي اصلا جوه فوضى بتحصل واعادة تعريفات بتحصل وسيتنج جديدة بتتنظم. فانا مش قادرة كمان ان يبقى عندي بره صراع خارجي مع الناس اللي حواليا عن اني بدأت اعبر عن مشاعري. البروسيس بتاعه المشاعر محتاجه شغل براكتيكال، محتاجه شغل عملي جدا. انا يعني بيزد اون كوتشنج
قررت ان انا اعمل الكورس ده للسيدات، عشان نسبة كبيرة جدا من عميلاتي ومعظم السيدات المشاعر هي المحرك الاساسي ليهم. ما كانش كل السيدات، بس انا مش بحب اعمم. ما كانش المشاعر هو المحرك الاساسي ليهم، ولكن مش شرط تكون المشاعر دي ظاهرة، هي ممكن تكون مخفية ورا شيء اخر. فعشان اقدر ادير واعمل سيلف ريجوليشن او تنظيم ذاتي لمشاعري، انا محتاجه اتعرف عليها الاول، محتاجه اتعرف عليها بشكل اكثر تفصيلا وعمليا واحده واحده. طيب من خلال الكورس ده هنعمل ايه؟ من خلال الكورس هنبدا ناخد المشاعر واحده واحده، نتعرف عليها فنعرف الحاجه ونطبق عنها زي مجموعه جروب كوتشنج كده، فنبدا نشتغل عليها اكسرسايزز وتمارين بتوصلني لجوه، على حسب كل شخص معايا في الكورس او كل واحده معايا في الكورس بتحس ازاي وبتعبر عن ده ازاي. مش هنشتغلها على هيئه بس معلومات، لكن هتكون على هيئه عملي. فلو انت حابه تشتركي معانا في الكورس لازم تبقي عارفه انك هتشتغلي، مش مجرد انك هتبقي قاعده مستمعه. فلو جاهزه انت فعلا تدج وتحفري كده جوه وتنكشي وتعرفي الحاجات، يبقى ده مكانك، واهلا بيكي وستان. لو عايزه تعرفي اي تفاصيل عن الكورس تنوريني فيه، هتبعتي رساله او تسيبي تعليق تحت الفيديو، وادمن الاء هتتواصل معاكي وتبعت لك كل التفاصيل عن الكورس. اشوفك في الرحله الحلوه دي.